على سطح البحر كيبان لينا كلشي هادئ وكلشي منظم، ولكن كي تغطسنا لتحت غادي يبان لينا الحقيقة، وغادي يبان لينا واحد العالم اللي مختلف على الفوق. واحد العالم اللي عامر بالاسماك المفترسة والاسماك اللي كتملك اسلحة غير طبيعية واللي كتجعلها اخطر من اللي كنتوقعوا، من السموم اللي قاتلة ومن انياب وبزاف ديال الحوايج. حتى من ناحية ديال السرعة كاينين الاسماك اللي كتوصل السرعة ديالهم اكثر من 100 كيلومتر تحت الماء. وفي هذا الفيديو الاخوان، بما انه طيح الشاد اليامات وما نقدرش نهبط للبحر باش نصور لكم شي فيديو، لذلك قررت انني ندير لكم هذا الفيديو اخطر الاسماك اللي غادي تشوفوهم في حياتك، وعمرك كنت كتوقع انهم غادي يكونوا خطيرين حتى لهاد الدرجه هذه. بس ساعد معنا في الرحله اللي غتكون مليئه بالمعلومات، وغادي تكون فكره مبادله على الفلوقات واللي كتعرف. ولذلك قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير معك شي لايك وتابونا في القناه، ونبداو الفيديو. غنبداو بداية بسمكة البيرانايا، وهي غالبا كتعيش في الأنهار اللي كتواجد في أمريكا الجنوبية بحال نهر الأمازون. الحجم ديالها كيتراوح من بين 15 حتى ل 35 سنتيمتر، وتقدر توصل بعض الأنواع منها حتى ل 50 سنتيمتر. اللون ديالها فضي مايل شوية للرمادي. هاد السمكة هادي كتعيش من بين 10 سنين حتى ل 15 سنة تقريبا. الأسنان ديالها بحال الشفرات الحادة، والعضة ديالها قوية بزاف مقارنة بالحجم ديالها. تخيل معايا الأسنان ديال هاد السمكة بعض الأحيان كيستخدموهم آلات الحد، تهاجم غالبا في مجموعات، وهاد القضية هادي كتجعلها أكثر فتاكا. وهي واحد السمكة اللي عدوانية، كتهجم غالبا فاش كيكون فيها الجوع أو لو وجود دم في الماء وفي المواسم ديال الجفاف. ورغم السمعة ديالها فهي ما كتهاجمش الإنسان بزاف، كتهاجم في حالة إذا شعرت بالتهديد. تغذى على الأسماك الأخرى وكتغذى على الحشرات، واحيانا كتغذى على النباتات. اما بالنسبه للخطوره ديال على الانسان، يمكن توصل لجروح اللي عميقه. حاله الهجوم ديال على الانسان قليله بزاف، والخطر الحقيقي كيكون فاش كيتواجد الدم. يعني اذا شي حد خليهم مثلا مجروح فيه الدم، تما تقدر تهجم عليه. سمكه الشط او سمكه الصنار، بالنسبه للحجم ديالها كيختلف على حسب النوع، بين 20 سنتيمتر حتى المتر. اما بالنسبه للون ديالها بني غامق وفيه شويه ديال الاسود، وكتميز بواحد الفم اللي كبير بزاف مقارنه بالحجم ديالها، وكتعيش في الاعماق اللي يقدر توصل حتى ل 2000 متر. تسمت بسمكه الصناره لانها كتملك واحد اللعيبه فوق الراس ديالها اللي كتشبه الصناره، اللي كيكون فيها بحال واحد الضوء كتستخدمو لجذب الفرائس في الظلام. الاسنان اللي طويله وحاده ومنحنيه للداخل، قادره على الابتلاع الفرائس اللي كبر منها، ومفترسه كمينه، يعني كتبقى تنتظر في الفريسه ديالها لواحد الوقت بزاف. اما من الناحيه ديال التحرك ديالها فهي بطيئه بزاف، ولكن في المرحله ديال اصطياد الفرائس ديالها كتبتلع بواحد الطريقه اللي سريعه. نادرا في كتصور ولا كتبان هاد السمكه لانها بكل اختصار كتعيش في الاعماق، والذكر ديال هاد السمكه صغير بزاف مقارنه بالانثى. اما بالناحيه ديال الخطوره على الانسان فهي ما كتشكلش شي خطر مباشر على الانسان، بسبب انها كتعيش في واحد العمق اللي كبير، ولكن اذا تصادفت مع شي انسان قدر تسبب له شي اصابه اللي خطيره. سمكه الحيه الشاقه، اولا كيف كنقولوا لها في المغرب المرينه وما ادراك ما المرينه، هي من اخطر الكائنات البحريه السامه، وكتعيش في البحار الدافئه. الطول ديالها ما بين متر حتى المتر ونص، وبعض الانواع اللي كتكون طويله اكثر. اما من الناحيه ديال الشكل ديالها هي عندها واحد الجسم اللي نحيف ومسطح. سمكه المرينه كتعيش في المحيط الهادئ والبحر الهندي والبحر الاحمر والخليج العربي والبحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي، يعني كتعيش في جميع البحور. السم ديالها قوي لواحد الدرجه اللي بزاف، واذا مشات ضرباتك هذاك السم كيهاجم نيشان الجهاز العصبي والعضلات، واللي تقدر تسبب الشلل او توقف التنفس، وبعض الاحيان تقدر تكون قاتله اذا ما تعالجش داك الشخص ديك اللحظه. اما من الناحيه ديال السلوك ديالها فاش بحثت لقيت انها ماشي عدوانيه، وغالبا ما كتهاجمش الانسان، ولكن على ما كنعرف فهي كتهاجم الغواصه بزاف. كتغذى على الاسماك الصغيره والثعابين ديال البحر الاخرى. سمكه النمر الافريقي، غالبا الاسماك كتعيش في المياه العذبه، هي من اخطر واشرس الاسماك في المياه العذبه، وكتشتهر بزاف بالسرعه ديالها والقوه ديالها ديال الهجوم. الطول ديالها ما بين 50 سنتيمتر وقدر يتجاوز حتى المتر. اما بالنسبه للوزن ديالها كيقدر يوصل حتى ل 15 كيلوغرام. اللون ديالها فضي لامع وفيه شي الخطوط الداكنه اللي كتشبه خطوط ديال النمر، داكشي علاش سموها بسمكه النمر. الاسنان ديالها طويله بزاف وحاده لواحد الدرجه اللي بزاف. كتعيش هاد الاسماك في الانهار والبحيرات، بحال البحيرات اللي في افريقيا والنهر ديال الكونغو ونهر النيل. هي مفترسه وعدوانيه جدا، وكتصطاد بواحد السرعه اللي خاطفه، وكتهاجم الاسماك الكبيره احيانا. كتغذى على الاسماك الاخرى والكائنات المائيه، وقادره على تمزيق الفريسه
الخطورة ديالها على الإنسان هي نادرا ما تهاجم الإنسان، ولكن تقدر تسبب إصابة خطيرة للصيادين. وقال لك غالبا الأسماك ما كتهجمش على البشر بزاف، ولكن الحالة اللي كتهجم اليوم هي أنها كتقفز ال- البلاصة اللي كانوا كيصيدوا فيها كتهجم على الطعم. هذه حاجة اللي غريبة صراحة. كنتمنى نتصادفوا شي نهار مع شي وحدة ونديروا مع شي بودكاست شي انترفيو. واحد المعلومة، الأسنان ديالها ما كطيحش، يعني إذا طاحت سنة كتطلع سنة أخرى. غندوزو مباشرة سمكة رأس الثعبان. هي واحد السمكة اللي مفترسة وخطيرة بزاف. وعلاش تسمات بهذا الاسم؟ لأن الراس ديالها كيشبه الثعبان، وهي من أكثر الأسماك اللي عدوانية. الطول ديالها ما بين 30 سنتيمتر، بعض المرات يقدر يفوت المتر. اللون ديالها بني أولا رمادي، وفيها بعض البقع اللي داكين. الموطن ديالها الأصلي في آسيا وأفريقيا، وانتشرت بزاف ديال الدول. وهاد السمكة الإخوان كيقولوا أنها تقدر تتنفس فوق الماء بسبب واحد العضو اللي تقدر تتنفس به فوق الماء، وتقدر تبقى فوق الماء لمدة طويلة بلا ما تموت. هي في واحد اللعيبة اللي كاينة في الحيوانات أخرى اللي كتعيش فوق الماء، واللي هي كتحمل الصغار ديالها بواحد الطريقة اللي عنيفة، يعني ما تخليش الصغار ديالها يهجم عليهم شي حاجة. كتهاجم الأسماك الأخرى اللي كتبغي تقرب للصغار ديالها. كتغذى على الأسماك والضفادع والقشريات ديال البحر. أما بالنسبة للخطورة ديالها على الإنسان فهي قليل في كتهاجم الإنسان، وفي بعض الدول كيمنعوا أنهم يطلقوها في الودان، والسبب أنها كتكاثر بواحد الطريقة اللي سريعة. سمكة الأفعى الخبيثة. كنشوفك الأفعى الخبيثة. يوصل الطول ديالها ما بين 30 حتى 60 سنتيمتر. اللون ديالها أزرق وداكن، وبعض الأحيان كيكون اللون ديالها أسود. عندها واحد العيون اللي كبيرة بزاف واللي كتساعدها في الرؤية مزيان في الظلام. وهي من أسوأ وأبشع الأسماك ديال الأعماق. تشهرت بزاف بسبب الأسنان ديالها الحادة، وهذا السبب باش تسمات بالأفعى الخبيثة. هي واحد السمكة اللي مفترسة شديدة، وكتصطاد بالكمين، يعني حتى هي كتبقى صابرة على الفريسة ديالها، وكتقدر تبلع الفريسة ديالها كاملة، واخا تكون الفريسة كبيرة على الجسم ديالها. كتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات والكائنات اللي كتواجد في الأعماق. اما من الناحيه ديال الخطوره على الانسان فهي ما كتشكلش شي خطر مباشر للانسان، والسبب انها كتعيش في الاعماق اللي بعيده، ولكن خطيره بزاف اذا خرجت للماء. سمكه التنين اولا دراغون فيش هي من اخطر واغلب الاسماك اللي كتعيش في الاعماق، وتشهرات بالاسنان ديالها الشفافه واللي كتنتج واحد الاضواء. الطول ديالها ما بين 15 حتى ل 40 سنتيمتر. اما من الناحيه ديال اللون ديالها فهو اسود داكن اللي كيمتص الضوء. الجسم ديالها نحيف وطويل، عندها واحد الاسنان اللي طويله وشفافه. عندها واحد الفم اللي كبير واللي كيسمح ليها انها تبتلع اسماك قريبه عليها. هاد السمكه كتعيش غالبا في الاعماق اللي كتوصل بين 200 حتى 2000 متر، وهي واحد السمكه اللي مفترسه وصامته، تغذى على الاسماك الصغيره والقشريات والكائنات اللي كتكون في الاعماق. اما من الناحيه ديال الخطوره ديالها على الانسان فهي ما كتشكلش واحد الخطر على الانسان، والسبب انه كتعيش في واحد الاعماق اللي ما كيوصلهاش البشر. السمكه التنين كتمتلك واحد العيون اللي قادره على الرؤيه بالضوء الاحمر، وهذه القدره نادرا في كتجبرها في عالم البحار. سمكه الانقاليس وهي من اغرب اسماك ديال الاعماق. تشهرت بزاف بسبب الفم ديالها الكبير اللي كتقدر تبلع به الفريسه، تقدر تكون اكثر من الحجم ديالها. الطول ديالها كيتراوح ما بين 60 سنتيمتر، وبعض المرات كتوصل حتى المتر. اللون ديالها اسود او بني غامق، وهي واحد السمكه اللي نحيفه وطويله وكتشبه الثعبان البحر. عندها واحد الفم اللي ضخم جدا. هاد السمكه هذه نادرا اللي كتبان. السبب هو انه كتعيش في اعماق ما بين 500 متر حتى 3000 متر. هي واحد السمكه اللي مفترسه كمين، يعني كتبقى تنتظر الفريسه ديالها حتى كتقرب، والحركه ديالها بطيئه بزاف. السبب باش تحافظ على الطاقه ديالها في الاعماق البارده. كتغذى على الاسماك الصغيره والقشريات والكائنات الطافيه في الاعماق البحار. اما بالناحيه ديال الخطوره ديالها على الانسان فهي ما كتشكلش واحد الخطر كبير على الانسان، والسبب راجع لانه كتعيش في الاعماق اللي كبيره. سمكه الصنور. الصنور وما أدراك ما الصنور. الصنور الإخوان واحد من بين أطول ثعابين البحر، ودي حاجة اللي كنعرفوها كاملين. ديالها ما بين مترو وبعض المرات كتوصل حتى 3 ديال المتر. وبالنسبة للأسنان ديالها بلا ما ندوي عليهم حيت راه حادين ديال بصح. وغا فاش كيبغي يصيدها الصياد، فاش كتشبر بالصنارة كتبقى تدور على الصنارة بواحد الطريقة اللي غريبة. في بعض الأحيان تقدر تقطع الصنارة بالأسنان ديالها. كتميز بالقوة ديالها الكبيرة، ولكن الصنور كتعتبر السم ديالو من أقل السموم بين الأسماك الأخرى المسمومة. عندها واحد العيون اللي كبيرة واللي كتساعدها في الرؤية مزيان في الظلام. كتعيش في البحار وفي المحيطات، كتعيش بزاف بين الصخور والأعشاب. والصنور الإخوان يقدر يوصل حتى 3 ديال الأمتار. أما بالناحية ديال الوزن يقدر يوصل حتى ل 50 كيلو. تخيلوا معايا إخوان، حية
ونقولوا لي حية، سواء بحال هي وتوصل حتى ل50 كيلو، وكتعيش في الأعماق ما بين 50 متر حتى ل500 متر. وهي واحد السمكة اللي مفترسة بزاف، وغالبا كيطلع عليها الدوبامين اولا كيجيها النشاط في الليل، وكتهاجم الانسان حالة اذا شعرت بالتهديد. كتغذى على الاسماك والحبار والقشريات ديال البحر. اما بالنسبه ديال الخطوره ديالها على الانسان، هي ماشي سامه ولكن قويه بزاف، ويمكن تسبب جروحات لعميقه، وكتشكل خطر بزاف على الصيادين فاش كيصيدها. يمكن لها حتى هي تبتلع فريسه اللي كبر منها، وهي من اقوى الاسماك المفترسه في المياه الساحله. اخوان حد لهنا كنا وصلنا للفان ديال الفيديو. كما قلت لكم اخوان، حاليا الشتا ما نقدرش نعرف نصيد لكم، لان الشتا تبارك الله قوي هاد الايامات. والله يرحم جميع الاموات، الناس اللي توفاو في مدينه اسفي، الله يرحمهم والله يغفر لهم. اخوان كنتمنى الفكره تعجبكم، كنتمنى تفاعلوا مع الفكره. وصلت حد لهنا خلي شي تعليق زوين وكتب لي تبغي فيديو حتى الاخر باش نعرف شحال واحد كسروا حتى الاخر. المهم اخوان، هذاك الفيديو اليوم كنصور اخوان حاليا دابا في السطح، وبديت التصوير كانت باقا القايله وطاح لي الظلام. المهم اخوان، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، وان شاء الله يكون شي فلوق ان شاء الله. اذا كانت الجو مزيان غادي يكون شي فلوق، ما كانش الجو مزيان اخوان نقدر ندير لكم شي فيديو بحال هكا. كنتمنى يعجبكم. المهم كان فيديو اليوم صافي. بلا شك غتكونوا كاملين شفتوا الفيديو اللي لاحت ديال اصغر قصبه في المغرب. انتصات واحد السمكه اللي غايبه، اللي الاسم ديالها بوديون او ما يسمى الحجله. فمن بعد ما طلعت للدار كنت جالس كنمونطي في الفيديو، جاني واحد السؤال في بالي. ولكن بلاتي شنو هما اغرب الاسماك اللي كاينين حول العالم؟ المهم اخوان، فيديو اليوم غتكون فكره مختلفه. اليوم اغرب الاسماك